مصطفى، نبدأ طبعا بمباراة المغرب. المدير الفني للمغرب وليد الركراكي كان قبل المباراة كان ليه تصريح مهم جدا، قال احنا مش هنلعب على التعادل لان احنا بنلعب فريق مش باقي على حاجة، ما عندوش حاجة يخسرها. فهل ده كان الدافع وراء اداء المغرب امبارح؟ الحقيقه في عده نقط كتير، بس اهمها ان وليد الركراكي عرف يجمع عناصر المنتخب المغربي كويس جدا. شفنا قبل البطوله كان وخليلوفيتش كان مستبعد حكيم زياش اللي هو نجم المنتخب حاليا، عرف يرجعه تاني ويلعبه تاني مع المنتخب المغربي. ده اثبت ان حكيم زياش عنده امكانيات كبيره جدا وقدر يخليه نجم المنتخب حاليا. المنتخب كنا الاول بنشوف في مثلا مشاكل جوه الفريق وفي غرفه الملابس، حاليا لا، دلوقتي في اي هدف بنلاقي الفريق كله بيحتفل، كل الناس بتحب بعض، ما فيش نجوم متضايقه ان هم قاعدين على الدكه بره. عارف يتعامل مع ده كويس. حاليا بنشوف المنتخب المغربي بيبقى افضل نسخه ليه من سنين كتير. طيب يعني لو هنتكلم بقى عن المنتخبات العربيه، يعني خلينا نقول ان لو هنتكلم عن المنتخبات الاوروبيه اعتقد ليها سيكولوجيه معينه، العربيه ليها سيكولوجيه، الافريقيه وهكذا. لو هنتكلم عن المنتخبات العربية، هل المنتخبات العربية بتبقى محتاجة مدير فني يعرف يتعامل معاهم أكتر سيكولوجيا، يعني نفسيا، زي مثلا عشان يبقى قادر يفهمهم، حتى يبقى مدير فني من نفس مثلا الجنسية أو زي مثلا ما شفنا مع وليد الركراكي؟ هل ده فرق؟ طبيعي ان لازم يكون لما المدرب يكون في مدرب وطني مع المنتخب، ده بيفرق في التعامل، ما بتحتاجش المدرب، بتوصل الرساله زي ما هي، ما بتحتاجش ان في مترجم يوصل. اكيد صوتك انت مش زي صوت المترجم بالنسبه يوصل للاعيبه ازاي، بس احنا برضو مش هنخلي ده سبب رئيسي. عندنا هيرفي رينارد مع السعوديه قدر يكسب الارجنتين اللي هو واحد من اقوى المنتخبات في تاريخ كاس العالم، بس دي مش نقطه وحيده. احنا برضو سقف طموحاتنا قليل شويه، يعني ممكن منتخب السعوديه لما كسب الارجنتين تقريبا حقق التارجت بتاعه خلاص في كاس العالم، فده كان سبب كبير ان هم ما يقدروش يكسبوا الماتشين اللي بعد كده. كان ماتشهم سيء جدا قدام بولندا والمكسيك، يمكن الاصابات اثرت شويه، بس فنيا برضو قال له، بدنيا قال له، هو زي ما تقولي فعلا الطموح جاب اخره فعلا. هي برضو اعتقد ليها، يعني مش عارفه اتفق معايا ولا لا، بس احيانا برضو بيكون ليها بعد نفسي، فكره يعني برضو مثلا لو هنشوف عن اللعيبه مثلا الاوروبيين لما بيكسبوا بيبقى حافز بالنسبه لهم هم يكملوا اكتر. احنا بالنسبه لنا بنريح زي ما لا ده حقيقي فعلا. يعني انا برضو دي بترجع لعنصر الخبره. الناس دي خبره في كاس العالم على طول بيصعدوا، مش محتاجين مجهود زي ما احنا بنعمل. احنا بالنسبه لنا اصلا الصعود لكاس العالم ده حلم كبير، صحيح، ده ما بنعرفش نعمله اصلا. فهي الفكره كلها ينقص المنتخبات العربيه الخبره والحنكه في كاس العالم. احنا نادرا لما بنلاقي منتخب يعدي دور ال 16 في كاس العالم. هل ينتهي الحلم عند كده؟ هل في مثلا سقف الطموح بيعلى بعد ما بتكسب؟ ده في اوروبا بيحصل، ان انا مثلا بعد ما اكسب ماتش والتاني بيديني حافز ان انا اكمل اللي بعد كده لنهايه البطوله. المنتخبات العربيه بصراحه بشوف ان الاداء المشرف بالنسبه لها هو الطموح. لا ده مش صح خالص. يعني انا مثلا يعني بان احنا هنخلينا نركز مع المغرب حاليا، اتمنى ان وليد الركراكي يلعب عليهم يعني نفسيا قبل فنيا، يأهلهم ان هم خلاص هم فعلا اول المجموعه، هم حاليا متصدرين على منتخبات قويه. هيقابلوا منتخب اسبانيا، هم مش احسن مني 11 لاعب قدام 11 لاعب. على فكره بالمناسبه منتخب المغرب عنده عناصر ما تقلش حاجه عن منتخب اسبانيا، عندهم ناس محترفه في اشبيليه، في بايرن ميونخ، بيلعبوا في باريس سان جيرمان، وكلهم اساسيين مع فرقهم ومؤثرين جدا.